بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام. النهاردة هنعمل الصنف بتاعنا، بنستخدمه كتير جدا في البيت، مفيش غنى عنه في المطبخ. يوميا على الله انت بتستعمليه في غسيل المواعين والأطباق والأكواب وتنظيف الأرضيات والأحواض والرخام والسيراميك والبوتاجاز والأدوات والأجهزة. كل شيء عندك في البيت بتستخدمي فيه سائل تنظيف الأواني والأرضيات والرخام والسيراميك والأحواض وكل شيء. هنعمل السائل ده بمكونات بسيطة. انت بترميها في صندوق القمامة، لكن احنا هنستغلها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة. وزي ما انت شايفة بينظف جدا الادوات بتاعتك، سواء كانت بلاستيك او زجاج او بايركس او ألمونيوم، ايا كان نوعها. يعني تعالوا نقول دعاء النهاردة. بنقول: اللهم اني اسألك ألا تميت قلبي عن ذكرك، وأن تحييه بنور إيمانك، فيضا تجليك علي، حتى يشيع طاعتك في جميع جوارحي. ونقدر نقول برضو هنا زي ما انت شايفة معايا، الأول احنا حطينا هنا قشر الليمون وقشر البرتقال. طبعا كنت مفرزاه في التلاجة. كل ما بيتجمع عندك شوية قشور كده ما ترميهمش. بالمناسبة قشر الليمون تقدري تعملي منه أحلى ليمون مخلل، وتقدري تعملي منه أحلى معجون، عجينة ليمون تستعمليها في تنظيف الأرضيات، وفي ريحة المنزل بتبقى حلوة أوي في تنظيف الأرضيات. وكمان تعملي منه سائل تنظيف الأواني اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. بعد ما حطيتها في ميه وسلقتها كويس قوي قوي قوي، لما اتهرس خالص نزلته في الخلاط وضربته، وهيديني العجينه اللي انت شايفاها دي. وهنكمل مع بعض الشغل بتاعنا. تعالي نقول هنا في دعاء لازم تردديه 7 مرات يوميا: سبحان من ملك فقهر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سبحان القوي المقتدر، إني مغلوب فانتصر، ليس لها من دون الله من كاشفة. الدعاء ده حلو أوي لو رددتيه لما تكوني مظلومة أو تكوني مكتئبة أو زعلانة، أو حاسة إن أنت مش قادرة تكملي صرف في البيت وعيشة وحياة، أو طاقتك استنفذت، أو صحتك استهلكت، أو ما عادش عندك صبر لأي حاجة في الدنيا، أو أحيانا بيجي الواحد وقت كده بتضيق الدنيا بيه وبتخنق من كل شيء حواليه. رددي الدعاء ده 7 مرات، وربنا سبحانه وتعالى يجعل لها طبعا كاشفة بإذن الله. طيب هنا انا عملت ايه بعد ما عملت الخليط بتاعي؟ عملته في الخلاط، ضربته يعني اللي هو قشر الليمون واليوسفي. بعد ما ضربته جامد قوي، عمل معجون اللي انت شايفاه في البوله دوت. جيت في سلطانيه تانية وحطيت هنا معلقتين كبار من، بصي بقى، بيكربونات الصوديوم بتدوبيها في نص كوبايه ميه وتنزليها. وبعدين تاخدي معلقتين كبار من البوتاسه الكاويه او البوتاس، هي بلورات كده، بتبقى عباره عن بلورات شكل الزجاج كده او الشبه. بتحطيها في كوبايه من الميه وبتدوبيها كويس قوي قوي قوي. انتبهي ان انت تكوني لابسه كمامه او قافله على مناخيرك وفمك عشان ما تستنشقيش الغازات اللي تطلع منها، لان دي بتبقى تعتبر ابخره سامه شويه. شوفي حتى غيرت لون المعجون اول ما نزلت عليه ازاي. بتدوبيها كويس قوي، بتديكي درجه حراره عاليه في الاناء او الكوب او السلطانيه اللي انت بتدوبيها فيه. فيفضل في كوبايه وتقلبيها وتبعدي وشك عنها خالص، او تلبسي كمامه زي ما قلت لك. دوبي معلقتين البوتاسا الكاوي كويس قوي في كوبايه ميه، نزليها في سلطانيه، نزلي عليها معلقتين كبار من البيكنج باودر او بيكربونات الصوديوم. برضو تنزليها في كوبايه وتقومي جايه منزلاها على اعرفي انه البيكربونات الصوديوم بتعمل فوران، فلازم تنتبهي للجزئيه دي كويس قوي. بعدين بحط هنا برضو معلقه من النشا لو حابه، ما انتش حابه خلاص، او معلقه من الدقيق، في بعض الناس بتحطه، انا اللي حطيت لا ده ولا ده. تمام. هنا انا دوبت البيكربونات الصوديوم اهيت في نص كوبايه من الميه ونزلتها برضو على الخليط بتاعي. عندي برضو هنا باخد معلقتين كبار من الملح وبدوبهم وانزلهم عليها. الملح طبعا يعتبر معقم، يعتبر منظف جيد، يعتبر كمان بيزيل اي بقع، وبيثبت الرغوه بتاعتي. هحط معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين السكر دول فايدتهم ان هم طبعا برضو بيزودوا الرغوه بتاعتي او بيعززوا الرغوه، وكمان بيخلوا قوام الرغوه حلو قوي وثابت. هنا انا نزلت حوالي تلت كوبايه من البريل، او سائل تنظيف الاواني اللي موجود عندك، او لو عايزه تحط شويه من اللي هو مسحوق الغسيل بتاع الغسالات العاديه او الاوتوماتيكيه، زي ما انا نزلت كده حوالي نص كوبايه. ونص كوبايه من البريل او سائل تنظيف المواعين، اي سائل عندك تنظيف مواعين، او حتى لو سائل تنظيف المواعين اللي بتجيبيه من محل المنظفات سايل، برضو خدي منه شويه، بتعززي بس بيه الايه القوام
والتأثير او المفعول. قلبي الكلام ده كله بقى طبعا عشان الكميه هنا كبيره وتقيله، فانا نزلتها في سلطانيه تانية ونزلت عليها شويه من الميه. بتحط الميه عشان تخفي السماكه او السمك بتاعه، وتقلبيه بحيث يبقى سائل معاكي. لما تيجي تصبيه يبقى سائل معاكي. بصي بقى الجمال، مجرد ما بتحاولي تحركيه او تقلبيه في بعض كويس بيديكي رغاوي قويه جدا. الريحه تحفه، مش قادره اقول لك لحد فين. عايزه اقول لك لو انت عايزه تخليه بريحه اي زهور حطي الريحه اللي انت حباها معاه. بمعنى عايزه ريحه الفانيليا حطي معلقه من الفانيليا معاه. عايزه مثلا باي ريحه او عطر موجود في المنظفات اللي انت بتستعمليها، بتاخدي شويه من الموجود عندك وتنزليها في المحلول دوت، هتديكي نفس الريحه اللي انت حباها. بالمناسبه اللي عايزه ريحه النعناع هترمي 3 4 ورقات نعناع في قلبه برضه هيديكي نفس الريحه، وهكذا. هنا بقى انا بدأ، بس هو طبعا ريحته هنا ريحه الليمون والبرتقال ريحه قويه جدا وقادره على تنظيف البقع وازاله الدهون وتنظيف الاسطح البوتاجازات والاحواض والرخام. تحفه تحفه تحفه. جربي تعملي السائل ده، هتوفري كتير من امكانياتك في البيت. مش هتشتري اي حاجه خالص، كلها حاجات صغيره وبسيطه من جوه بيتك، وهتوفري تمن انك تجيبي منظفات وبقت غاليه جدا من محلات التنظيف. اي عبوات او زجاجات فاضيه زي ما انا بوريكي كده، دي عبوات كانت عندي للفيري والبريل والاومو. انا بدات استغلها وانزل فيها السائل بتاعي. بوريكي هنا ادي قطعه من سلك المواعين الناعم بنزلها في عشان تشوفي انا لا زودت بقى اي حاجه تاني ولا حاجه عن اللي انا عملته معاكي. تعمدت ان انا حتى ما اقومش على الحوض عشان اوريكي قد ايه الرغوه وقد ايه النظافه وقد ايه اللمعه بعد ما تستخدمي السائل دوت. بالسلكه بتديكي رغوه قويه جدا. طبعا مش حاطه هنا ولا نقطه ميه، بتدعاكي ما شاء الله عشان هو من الليمون والبرتقال بيديكي لمعه رهيبه. الالومنيوم بالذات والنحاس والحاجات اللي هي دي اهو. تضغطي قوي، طبعا انا بوريكي بس كده، لكن لو قمت على الحوض وضغطت الكلام ده عليه نقطتين ميه هتشوفي الرغوه طالعه قد ايه كمان معاكي. بس انا حبيت اوريكي اهو ان انا ما ضفتش اي حاجه غير اللي انا وريتهولك في في التحضير. اهو شطفتها، بص اللمعان، بص البريق، بص النظافه، بص الجمال. وانا كمان ما ضغطتش على السلكه في الدع. شوفي الازاز بينور ازاي. يلا يا قمر انت وهي حط اللايك. اللايك مش هيكلفك حاجه، ولكن ادعم الفيديو. المحتويات اللي الطيبه اللي بتفيدك وتفيد بناتك وتفيد اي حد بمعلومه قيمه، اللي فيها تعب وفيها جهد، اللي ما فيهاش اي اسفاف ولا فيها اي تفاهه ولا فيها اي محتويات رذيله او مش كويسه. يا ريت ندعمها وندعم بعض. ربنا يسعدكم ويسعدني ويجعله رزق ليا وليكم يا رب، اللهم امين. اتمنى ان اكون بقدر افيدك بمعلومه قيمه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. استودعتكم الله، مع السلامة.